السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واتم حال، اللهم امين. نبدأ كده معاكم الروتين قوي جدا. نبدأ بالفطار، وزي ما اتعودنا مننساش الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي قناتي. اتمنى تشرفيني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر، تختاري كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بدأت كده معاكم روتين خفيف، في هنحضر الحلو وهنحضر الغدا وهنعمل كده تنظيفات، جزء في المطبخ. بس اول حاجة بدأت بقى الفطار بفطار خفيف جدا، والفكرة ديت هتعجب كل اللي بتحب الكابتشينو او النسكافيه بالرغوة وما بتعرفش، ما عندهاش المضرب الكهربائي بتاع النسكافيه او المضرب اللي هو اللي بالحجارة باظ معاها بسرعة. الفكرة دي بصراحة انا شفتها على النت وقلت اجربها معاكم، فبصراحة طلعت حلوة جدا 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 يعني. انا جبت طبق كده مسطح وحطيت فيه البيكون نسكافيه ومعلقه من السكر ومعلقه صغيره كده من الميه العاديه، وبدات اللي انا اعمل كده بالمصفى بتاع الليسون. زي ما انتم شايفين انا ما رضيتش افصل الكاميرا عشان تشوفوا ان هي ما شاء الله عملت الرغوه وفتحت معايا على طول. يعني هي حوالي دقيقه ونص كده متواصل، وكانت الرغوه معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يبقى حلو بقى في النسكافيه السخن على الصبح او كمان في الايس كوفي. الفكرة عجبتني انا بصراحة، انا لما شفتها ما كنتش مصدقة، فقلت انا هجربها معاكم عشان لو ما نفعتش ما تعملوهاش. لكن هي بصراحة نفعت وعجبتني جدا، وان شاء الله اكررها دايما على طول، لان انا بعشق حاجة اسمها نسكافيه عشان الرغوة بتاعته دي بحبها جدا يعني. وكنت بقى سخنت هنا الحليب، كنت سخنته في الميكروويف. وطبعا انا هستغنى عن السكر بكفاية معلقة واحدة بس اللي انا حطيتها، وممكن لو انت بتحبيه من غير سكر خالص تقدري ان انت تستغنى عن المعلقة اللي انا حطيتها في الاول. شايفين الرغوة بتاعته ما شاء الله، يعني كان حوالي تلت المج كده. كان رغوة. ده بقى هنا البسكوت ده انا كنت جايباه من فتح الله، حلو جدا جدا. كنت جايبة العلبة ب35 ب35 جنيه. بس بصراحة كان طعمه غير اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت اللي هو لمبضة والكلام ده، لا طعمه حلو جدا يعني. بعد بقى كده ما فطرت الضلفة ديت زي ما انتم شايفين ما بستعملش فيها اي حاجة الا حاجات معينة خالص. ده يعني الحاجات المركونة. الطقم المخطط اللي عامل زي التايجر ده، ده طقم ميلامين، يعني اللي هو طقم العشاء يعني بتاع جهازي. فانا كنت بستعمله في اول جهازي، فمن سنتين كده وقفت استخدامه. وكمان عشان هو ما بيدخلش الميكروويف، فانا خلاص بقى هركنه على جنب و... وهستخدم بقى ايه الاكروبال اللي انا كنت مطلعاه معاكم يعني من رمضان اللي قبل اللي فات، ده اللي انا في الفتره الحاليه بستعمله. الكيسه دي بتاعت البلالين، دايما بجيب بلالين واخليها عندي للاعياد لمناسبات دايما يعني الاولاد لما يعملوا حاجه اكافئهم بيها، ان كانت البلالين او اللي هو التوفي. شلت بقى كل الاطباق دي عشان انا عايزه افضي، عايزه يبقى فيها حاجات خفيفه كده اللي هي الحاجات اللي انا بستخدمها استعمالي مثلا معاكم في التصوير، او حاجات خفيفه يعني. وبرضو الطقم اللي فوق ده اللي هو الطقم الفاميه، هو الطقم ده كويس جدا، بس انا برضو هركنه يعني هستغنى عن الطقمين دول، اركنهم واوسع لهم مكان، واستكفى بالطقم اللي هو الابيض اللي هو الطقم الاكروبال اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. ده برضو كنت بستعمله. يعني انا من النوع اللي بحب اللي انا اجدد على طول في الاطقم، ما احبش يبقى بشكل مستمر طقم واحد اللي انا استعمله، وما يبقى يتكسر ويهلك خالص ابقى اطلع غيره. لا، على قد ما بقدر بحاول احافظ على الحاجة، وكمان من فترة للتانية اعين طقم واطلع طقم تاني على المطبقية اكل فيه. الميلامين بصراحة هو اكله جميل جدا، وما شاء الله ما بيتكسرش بسهولة زي الاكروبال خصوصا مع الاطفال وكده. بس عيبه بقى ان مش بيدخل الميكروويف. انا كنت مطلعه كام طبق بس يعني بناكل فيهم، محتاجش ان انا احطهم في الميكروويف، بس بصراحة لميت كله بقى وعنده. ده بقى كده شكل الرخامة، كنت مفضيه الرخامة بقى عشان ينزل كل حاجة من عليه. ما شاء الله الاطباق بتاع الطقم ده، الطقم العشاء ده طبعا مبقاش فيه كوبايات، بقى كله اطباق بس حلو جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لكم عيبه انه ما بيدخلش الميكرويف. الطبق الكبير الغرف بتاعه ما شاء الله كبير. ده بقى الطقم اللي انا بستعمله اللي هو الطقم الاكروبال. ده حطيته بقى على المطبقيه، هرصه كله كده، وهجيب بقى العلبه او الكرتون اللي انا هحتفظ بقى واعينهم كلهم. ده اللي هو البراد البايركس. انا بصراحه نفسي استعمله جدا بس خايفه.
يا ريت بقى يا بنات اللي عنده البراد البايركس ده يقول له استعماله ازاي. انا بفكر ان انا احط تحته الشياطه او القطعه اللي بتبقى الحامل بتاع القهوه، بس بصراحه انا خايفه منه من حته ان هو يفرقع او كده. ده الشكل بتاعه. فلو انت بقى عندك البراد ده وبتستعمليه تعرفيني استعمله ولا هو منظر بس، لان بصراحه انا مقلقه خالص، نفسي ان انا استخدمه من زمان. انا عمري ما استعملته من يوم ما اتجوزت، بقالي 8 سنين ما استخدمتش البتاع ده خالص. وكنت الاول مره او تاني مره كنت اغسله، يعني هو كان مطرب خالص من حطيته كده في الضلفه من غير اي استخدام. جبت بقى الكرتونة ديت اللي هي بتاعة الطقم الأكروبال، اللي هو الطقم اللي هو فيه أخضر زي ورد كده أو نجوم. لميت بقى فيه كل اللي هو الطقم اللي هو الميلامين ده، وكمان هحط جزء برضو من الفوميه وهحتفظ بيه بقى وهغلفه كويس جدا. هنا اللي هو الورق اللي كان بتاع الطقم الاكروبال كنت محتفظه بيه بالكرتونه وكنتش رميته، فكان بعد بين كل طبق او كل طبقين كده بحط الورق ده عشان برضو ما يتكسرش. يعني اما اجي اشيل الكرتونه، لان طبعا الكرتونه الطقمين لما يتحطوا مع بعض هيدي تقل، وهو مش كل الطقم الفاميه ده، جزء بسيط، الباقي كله في النيش. يلا بقى احنا بدأنا كده نحس باستعدادات المدارس، خصوصا من ساعة ما الأولاد بقى بدأوا الدروس من شهر 8. في ناس بتبدأ 8 وفي ناس بتبدأ 9، بس احنا عندنا بادئين من 8. وانا ابني اساسا يعتبر ما خدش اجازة، لان هو لسه رايح ان شاء الله السنة دي سنة اولى. فبتبقى فترة الحضانة وفترة الانتقال من الحضانة للمدرسة مبقاش فيها اللي هي اجازات، بيفضل ياخد متواصل يعني. فبس برضو حاسه بقى اني في وقت استعدادات عايزه انزل بقى اشتري له الشنطه بتاعته واللبس بتاع المدرسه والكراريس. احنا أي نعم جبنا الكتب بتاع الدروس الخارجيه. فعايزين بقى نستعد كده، نجهز بقى بيتنا، بيبقى فيه استعدادات او بيبقى فيه استعدادات طبعا للمدارس. بنرتب دايما الضلف من جوه، سواء الدواليب او المطبخ، بحيث ان احنا يكون نفضي وقتنا في وقت الدراسة ده، الشهرين بتوع الدراسة اكبر قدر للاولاد. بقى بتحتاج مننا مجهود ان احنا نقعد نذاكر معاهم ونكتب معاهم الواجب، خصوصا برضو الاطفال اللي بتبقى في مرحلة الابتدائي دي بتبقى متعبة. ما بتنقلوا لمرحلة الاعدادي ما شاء الله بيكونوا كبروا شوية، بيقدروا انهم يعتمدوا على نفسهم. فانا بقيت بقى ما بمشي في الشوارع ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب في اولادنا جميعا. الاولاد عادوا بيروحوا المدارس، فكون اسفة الدروس فكون في دروس يبقى خلاص المدارس قربت بقى. عايزين نستعد بقى ونعمل برضو شوية معجنات كده بين كل روتين والتاني، ولا حابين اعمل سلسلة معجنات في فيديو واحد؟ يقولوا له برضو رأيكم، لان بصراحة المعجنات بتشترى من بره غالية جدا جدا اوفر. انا جبت في يوم كيس قرص، هو مش بالكيلو هو بالكيس كده، معرفش كان في حوالي 8 قرصات ب 15 جنيه القرصة. يعني بصي مش هقولك قد الاستفنداية، يعني بنتي كلتها يعني تتاكل على 3 مرات بالنسبة لطفلة صغيرة، مفيش فيها ريحة البركة. بصراحة انا اتضايقت اوي في اليوم ده، قلت بقى خلاص على قد ما بقدر اعمل كيلو القرص وبحطه في الفريزر وبسحب منه بقى سخنه في الميكروويف، وبقى زي اللي طالع لسه حالا من الفرن. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده برص الحاجات، الاطباق دي اللي انا بصور فيها معاكم او بستعملها. شايفين ما شاء الله مطلعه من الصيني اللي هو الرصاصي ده، والتاني اللي هو فيه اللبانه ده طقم اللي اسمه طقم طقم الجاتو او طقم الشاي، برضو بستعمل منه. بطلع كل حاجة في النيش عندي وبستعمل منها. طلعي واستخدمي بس بحرص وبمحافظة. والأولاد دي كلها حاجات معينة، خصوصا لو انت أولادك لسه صغيرة ما يقدروش يتحكموا في الأطباق اللي ماسكينها. حلو قوي المنظر اللي شايفاه ده، حاسة ان الدنيا فضت كده معايا، الضرفة معلش زحمة زي الأول. وهنا البراد غسلته كده وسايباه يتنشف بقى. قولولي بقى عشان استعمله معاكم. انا بعشق حاجه اسمها البايركس، بيكون كده شكلها حلو، حتى في حيله البايركس كده بتحطها على البوتاجاز وتطبخوا فيها الخضار، بصراحه بيكون شكلها حلو قوي. بعد بقى ما خلصت الضلفه كده بدات ان انا احضر الغدا بتاعي سمك مقلي. ما شاء الله السمك ده يعني حجمه كبير، السمكتين كان حوالي كيلو الا ربع او اكتر، فما شاء الله كانت كبيره يعني ما شاء الله. بحب بقى ان انا افتحها كده من الجوانب
علشان ادخل فيها التتبيله دي. التتبيله اللي انا كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده في روتين، ما بستغناش عنها خالص. بس شايفين خدت معلقتين كده منهم في طبق، لان المعلقه اللي انا بحط منها ما ينفعش انها تحط في البطرمان اللي انا هحتفظ بيه لسه في التلاجة. لا، باخد الكميه اللي انا عايزاها في طبق، وبعدين الكميه ديت خلصت احط تاني. بس ما احطش المعلقه ديت علشان طبعا بتتلف بقيه التتبيله. خدوها قاعده، سواء هتعملي تتبيله زي اللي انا عاملاها، تعملي صلصه، المعلقه تكون نظيفه. ولو انت حطيتيها على الفراخ او السمك او ايا كانت تستخدمي فيها، المعلقه اللي تدخل البرطمان تكون نظيفه، ما تبقاش زي المعلقه اللي انا بستعملها دي، علشان طبعا بتاثر من عمر الحاجه اللي احنا عاملينها، سواء الصلصه يعني او التتبيله، وبتخليها تبوظ منك بسرعه. لو انت ما عملتيش كده وبقيت محافظه، ما شاء الله تقعد معاكي بالشهور ما شاء الله يعني. ده كده انا تبلت السمك كويس. السمك ده انا كنت منضفاه وسايباه عندي في الفريزر، بجيبه وبحتفظ بيه في الفريزر. ممكن اجيب مثلا 2 كيلو او كده واحتفظ بهم واقسمهم، وبطلعه وبكون محتفظه بيه بالتتبيله. بس عشان انا كنت عايزه اوريكم التتبيله، فاحتفظت بيه كده عادي، وبعدين طلعته عملته بالتتبيله. هنا بقى بجيب الكيس وبحط فيه معلقتين كده من الدقيق، عشان برضو ما هقدرش منه معلقه كبيره، او معلقتين برضو من النشا والكركم. الكركم هو اللي بيديله اللون البرتقاني اللي بيبقى شكله ما بيبقاش غامق كده، بيبقى لونه برتقاني زاهي كده وشكله حلو. ده من الكركم. وطبعا حته الكيسه ديت ما بتبهدليش الدنيا، وخلاص خلصت بتقومي راميه الباقي على طول. وبرضو ما بتهدريش في الدقيق كتير، اما بتحطه في طبق اقل حاجه هتحطي مثلا نص كوبايه. الدقيق قعد غالي بصراحه، وقعد بيحافظ عليه، لان كيلو الدقيق ما شاء الله يعني قعد ب20 جنيه، قعد سعره غالي شويه. انا برضو ساعات بعمل حاجه بس مش بعملها بصراحه على طول. اللي انا بعمل الدقيق وكده وبحتفظ بيه، وباخد بالمعلقه منه في الكيسه يعني. بحط الدقيق والنشا والكركم والبهارات وبحتفظ بهم في برطمان صغير كده، وبعد كده باخد بقى بالمعلقه. لكن بصراحه انا عشان مش بعمل السمك المقلي كتير في الصيف، فبعمل بالكم على قد بالظبط يعني اللي انا هستعمله. معلش بقى بصوت الاولاد في الشارع، على فكره تحس انهم قاعدين معايا في الشقه، بس دول الاولاد بيلعبوا في الشارع. فده اللي احنا بنتكلم عنه بقى، ان ربنا يكرمهم بقى ويروحوا المدارس، عشان يجوا كده من المدرسه على الدرس، يكتبوا الواجب وينام بقى، بيبقى فيه انضباط وبيبقى فيه نظام. لكن الاجازه دي بصراحه بتبقى مقرفه قوي. انا هنا بقى بدات ان انا احط الزيت في الطاسه، وهعمل الرز. بحب الرز جدا مع السمك، الرز المحمر او اللي هو حباه وحباه على حسب ما بنسميه يعني. بدأت ان انا انزل بالسمك كده. السمك ما شاء الله عشان هو كبير، بنزله بزيت سخن ودرجة الحرارة تكون عالية 5 دقايق، وبعد كده ببدأ اهدي النار عشان يستوى. ما مش بهدي من اول، عشان برضو يبقى مقرمش وما يبقاش مرخي كده، يبقى دايما مقرمش معاكي ويكون كويس. عشان النشا برضو احنا حاطين فيه نشا عشان برضو تديله قرمشه. ببقى ساعات اعمل حركة برضو، القشر لما يبقى عندي في الفريزر قشر الليمون، بحطه في الزيت كده في الفراغات دي، ما بتخليش ريحة السمك تطلع بصراحة، وبيبقى حلو. قشر الليمون طبعا بيكون معصور يعني، ما بيبقاش في المية بتاعته. بس هنا بقى انا كنت فاتحه الشفاط وفاتحه باب البلكونه اللي هو جنب البوتاجاز ده، فالحمد لله يعني ما كانش في ريحه زفره ولا حاجه. ده بقى الرز بتاعي. الرز بكون غسلاه وبياخد وقت شويه الرز المحمر ده، بس ما شاء الله يعني بيكون طعمه حلو. في ناس ما بتغسلوش، لكن انا بصراحه بحب اغسله. في العين التانية بقى مولعة على المية بتاعة الرز عشان يعجل من السوا بتاعه. وانا دايما بحب اطبخ الرز بالطريقة دي، ما بحبش احط له مية عادية من الحنفية او من الفلتر، ولا بحب ما الوحوش، لازم ان انا الوحه كده. ده بقى بعد ما حطيت له الرز الابيض، وسيبته بقى يتهد عليه كده ويتردد على درجة حرارة هادية مع تحت الشياطة. وده بقى كده شكل السمك ما شاء الله شكله جميل، والقرمشة بصراحة كان طعمه حلو جدا. ده الليمون اللي انا كنت محتفظة بيه معاكم. الليمون ده محدش هيصدقني، انا اقسم بالله الليمون ده من العيد الكبير، من قبل العيد الكبير. انتوا متخيلين دخل في الشهرين على ما اظن. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي، بس تغلفيه كده كويس وبيعيش معاكي بالشهور في التلاجة. انا كنت وريتكم اللي انا بس بغلفه بالسيلفر، وكل ليمونه كده لوحدها، وبحطها في الكيسه بتاعتها او في علبه، وبحتفظ بقى في التلاجة.
احط بقى كده اللي هو شويه من الدقه وشويه من العصير، بعصر بقى عليه كده الليمون. وده بقى الرز ده بيبقى لو انت عندك شويه من مرقه الجمبري، اما بيكون عندي جمبري بحتفظ بالمرقه بتاعته واعمل بها الرز ما شاء الله. ويا سلام بقى لو الرز ده ببصل، بحبه قوي الرز ببصل، بس عشان ابني مش بيحب الرز ببصل فاضطريت ان انا اعمله رز محمر. المهم ان انا ما اكلش رز ابيض. السلطه بقى بتاعت اولادي اللي هي عباره عن طماطم وخيار بس فقط لا غير، ويا ريت كمان كلوها. لا يعني يقول لك بعد ما عملت لهم طماطم وخيار بحاول اشكل لهم في الاكل ومطلع لهم طقم السمك ده عشان ياكلوا فيه، على اساس برضو ان انا اشجعهم على الاكل. لان بصراحه الاولاد اللي بتبقى في سن الحضانه وفي سن بدايه الابتدائي دي بصراحه مقرفين قوي في اكلهم. اتبسطوا قوي ساعه ما شافوا الاباء وكانوا مبسوطين القلب بقى والحركات اللي احنا عاملينها دي عشان ياكلوا. حطوا الرز على السلطه ويا دوبك كلوا قطعه بسيطه كده من السمك وخلاص على كده. ربنا يا رب يهدينا اولادنا جميعا. كده حضرنا الاكل بقى، كان ناقصه بس طبق المخلل. بس الصراحه ما كانش عندي مخلل. بعد كده بقى جبت مخلل من عند ماما. انا ما بشتريش المخلل الا نادرا جدا جدا، يعني ممكن ما يذكرش اساسا المرات اللي انا اشتريت فيها مخلل. دايما لا اما بعمل لا اما ماما اللي بتعمل وانا باخد منها. تعالوا بقى اتفضلوا معايا بألف هنا، ويلا بينا بقى. احنا في موسم المانجا، يعني ضروري 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 نعمل طاجن المكرونه ايه، الكنافه بالمانجا. الكنافه بالمانجا دي عيش ليا والابني بصراحه. جبت ده 1/4 كيلو من الكنافه. انا السنه اللي فاتت عملتها معاكم. الكنافه دي كنت محمراها على البوتاجاز من فوق، هي كويسه جدا، بس انا المره دي حبيت ان انا اعملها بقى تطلع قطع كده. ف1/4 كيلو الكنافه حطيت عليه معلقتين كده من السكر العادي، مش بودر ولا حاجه. عندك بودر هيبقى كويس جدا يعني. وكده الكنافه مسكتها ايه، كسرتها كده وجبت عليها نص كوبايه من سمنه البلدي. انا لما بيكون متوفر عندي سمنه بلدي بعمل بسمنه بلدي. السمنه كانت سايحه بس ما كانتش سخنه قوي، لان بقى ايه هقلب فيها كده. كنت مسيحاها على البوتاجاز لان كنت محتفظه بقى في التلاجة. حطيت جزء في البايركس ده. البايركس بتاعي ما شاء الله كبير، يعني هيطلع كميه حلوه. 1/4 كيلو الكنافه مع الكريمه مع المانجا ما شاء الله بيطلع لك طاجن محترم. يعني اقل حاجه خالص الطاجن ده هتشتريه من بره 350 جنيه. لان بصراحه انا بقيت بسمع اسعار يعني خرافيه كده. انا كنت بقى مستنيه ان ما كانش عنده كنافه. جبت المانجا كذا مره وما كانش عنده كنافه. اول ما جبت الكنافه ولقيتها متوفره جبت المانجا وعملتها. انا عملتها بالمانجا اللي هي السكريه. لكن انا بعدها جبت المانجا اللي هي النعومي دي اللي هي محمريه شويه، جميله قوي قوي ما شاء الله. ما بتيجي تقطعيها كده قطع بتكون متماسكه شويه، يعني مش زي اللي هي الزبده اللي هي المانجا الصفراء. هتشوفها دلوقتي معايا. بنعمل الكنافه بقى، بنحط كده بندهن ماده دهنيه من تحت وبنكبس كده كبس كويس. بنعملها طريقه الكنافه العاديه اللي هي دوبك حطينا معلقتين من السكر وربع كوبايه من المانجا وربع كوبايه من السمنه. انا ما شفت المانجا تهت بصراحه. بصراحه انا كنت حبيت جدا بنوته. كنت بقول لكم معلش انا بتلخبط معاكم وكده. ففي بنوته كتبت لي في تعليق لا خليكي كده دايما معانا على طبيعتك. احنا كلنا يعني ايه مش دايما ترتبي الكلام اللي هو ايه، لو غلطت ترجعي تمسحي في المونتاج وترجعي تاني. فبصراحة عجبتني أوي شكرتها وبقيت مبسوطة منها. أنا فعلا ببقى بس مش حابة إن أنا أكون بضايقكم في اللي عندكم مثلا أنا اتلخبطت في كذا أو كده، لكن تعليقها بصراحة فرحني جدا. هنا بقى نيجي للمانجا. انت شفتوا أول طريقة، بس أحسن طريقة اللي أنا بعملها بالكوباية دي. بتطلع القشرة ما فيهاش أي حاجة خالص. بتفتحي كده المانجاية من النص. لو انت كمان بتعمليها باللي هي المانجا الحمراء اللي انا بقولك عليها اللي هي اسمها النعومي دي، بتطلع معاك القطع بتكون متماسكه كمان اكتر من كده. شايفين الكوبايه وبتيجي على طرف الكوبايه ما شاء الله بتطلع لك القشر كده، ما بتهدرش من المانجا كتير. لكن ده عشان سكريه او زبده مش عارفه اسمها ايه بصراحه ناسيه. بتبقى مستويه شويه. مهما جبتيها جامده بتستوي، بتبقى ايه تحس ان هي لها معامله خاصه كده. انا بصراحه يعني كنت مبسوطه قوي وانا بعملها بالكوبايه، لان تقطيعها سهل وبتطلع مكعبات. حتى لو انت هتعملي فروت سلطه للاولاد وكده مع
عنب وموز تقطعها بالتقطيعة دي بتكون حلوة جدا. دي الكنافة بقى بعد ما هي طلعت على طول كنت عاملة السيرب. السيرب بصراحة كان عندي في التلاجة محتفظة بيه بقاله فترة عندي. سيرب تقيل كوباية كده او كوباية الا ربع. الكنافة سخنة والسيرب ساقع او العكس. نيجي هنا بقى للكريمة. اللبن متلج وحطيت عليه كده معلقتين من السكر، هدوبهم كده مع اللبن. ولو عندك سكر بودر هيبقى ايه كويس، هتقلبه كله مع بعض على طول. واحط الكريم شانتيه تلت كوبايه، يعني انا حاطه نص كوبايه من اللبن عليها تلت كوبايه من الكريم شانتيه. فعشان الكريم شانتيه بتاعي خام اللي هو البودر، ما جبتش اللي هي البواكي اللي بتبقى جاهزه في السوبر ماركت، فعشان كده حطيت في الاول معلقتين او 3 معالق من السكر. ده بقى عصير كده بوريه اللي لميت بقى الجوانب او الهارد بتاع المانجا وعصرته كده بدون اضافات ميه خالص. طلع معايا بالتقل ده بصراحه، خلى الكريمه ده وداها في حته تانية خالص. يعني بعد ما احنا بندمج اللبن مع الكريم شانتيه بنقوم مزودين معاه نص كوبايه من العصير البوريه او المانجا البوريه بدون اي اضافات خالص. حطيتها بقى في التلاجة كده. وبنعمل هنا الجيل هنعمله بجيل المانجا. ممكن بقى لو انت مش حابه تعملي الطبقه سميكه من الجيلي تعملي نص الباكو الجيلي على ربع كوبايه من الميه دوبك، بس تقلبي وتحطيه كماده تلميع او حفظ للمانجا. لكن انا هحط الباكو عليه كوبايه من الميه السخنه واسيبه بقى لما تبرد خالص. وحطيت بقى هنا الكريمه وظبطتها. الفيديو ده انا كنت مفكره ان الكاميرا شغاله وبتصور، لكن بصراحه لقيت الجزء ده ما تصورش. بس انا سبت بقى الكنافه برضو لما بردت خالص كانت الكريمه اتمسكت شويه في التلاجة. بعدين بقى انا حطيتها كده بكيس الحلواني وظبطتها بالسكرابر ده. وبدات بقى اللي انا احط عليها المانجا. طاجن المانجا ده في المحلات الحلويات بصراحه ضارب في السحاب. المانجا موجوده والكنافه موجوده ما شاء الله. ميزه الكنافه اللي عارف موجوده طول السنه حتى في الاسواق. كانت الاول دايما احنا بنجيبها من محلات معينه وبنغلب على ما نجيبها شويه، لكن ما شاء الله عادت موجوده. والجيلي وممكن زي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عنه خالص وتعملوا شربات يكون تقيل كمان. لو انت ما عندكيش الجيلي المانجا تعملي شربات تقيل اللي هو نص كوبايه من الميه، ربع كوبايه نص كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الميه، ويغلوا 3-4 دقايق ويتطفى عليه يكون زي العسل كده. وبعد كده تلمعيه عشان المانجا تفضل محتفظة بيها. لكن انا ما شاء الله حطيت كل الباكو عملته بكوباية. الباكو الأصولي اتعمل بكوبايتين، انا عملته بكوباية عشان يتماسك بسرعة. لان احنا بقى عايزين بالليل كده الاولاد مصممين قبل ما يناموا لازم ياكلوا منها. هنا بقى اتحطت في التلاجة ما خدتش 2 أو 3 ساعات. ما شاء الله كان الطاجن ما شاء الله يعني يستاهل. بيصرف ويكلف في البيت بس مهما كان ما بيجيش تمن اللي احنا بنجيبه جاهز. يعني هنا بقى كده بدأت اللي انا اقطع كده الكنافة. ميزة الكنافة اللي في الفرن ان هي بتطلع معاك قطع، لكن الكنافة اللي تحمرها على البوتاجاز بتحس كده انك لما تعملها في كوبايات لما تعملها تاكل كده بالمعلقة. لكن دي لو انت جالك ضيف تقدر ان انت تطلعي القطعة كده وتقدمها له. شايفين بقى انا بصراحة لما شفتها الوقت وانا بمنتج الفيديو عايزة ارجع اعملها تاني واكل منها تاني. واحلى حاجه برضو ان هي ما شاء الله كفت اولاد 2 أو 3 ايام كمان. فكنت مريحه بقى من حته ان مثلا لو ما عنديش فاكهه يبقى في حاجه حلوه في التلاجة. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، والاولاد هيطلبوها منكم مره و2 و3. كده يا بنات يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. هتوحشوني. مع الف مليون سلامه.